حبايب قلبي نوجع، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جمعة مباركة عليكم يا حبايبي. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده بأمر الله يا حبايب قلبي هعمل معاكم صينية مكرونة بالبشاميل. هعملها لكم بطريقتي واتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. معايا هنا ايه؟ معايا هنا طبعا ده نص كيلو من المكرونة، ولو عندكيش النوع دوت ممكن ايه تستبدليه باي نوع مكرونه عندك. تمام. معايا هنا كوبايه من الجبنه الموتزاريلا، وطبعا ممكن نستغنى عنها خالص، مش مشكله، ملهاش علاقه خالص هي مجرد بس ايه بديها تيست قوي كده وقيمه غذائيه عاليه، اكتر من كده مفيش. معايا هنا كوبايه كبيره من عصير الطماطم الفريش، ومعايا هنا ده بديل المفروم اللي عملناه مع بعض بالقوانص، تحفه. دي على فكره نص الكميه، انا قسمت الكميه على كيسين، ده كيس هو نص الكميه هعمل بيه الصينيه. 4 معالق من الدقيق، 4 معالق كبيره من الدقيق، فصين من الثوم المهروس، وطبعا معايا لتر من الحليب. ويلا بينا علشان خاطر ايه نطبق مع بعض الوصفه بتاعتنا. معايا كده يا حبيبي حله كده على النار اهي كده، بسم الله. ودي الزبده اللي عملناها مع بعض اللي هي بديل النيوزيلندي اهي يا حبايبي، هشتغل بيها معاكم. انا بس عايزه ايه اخد جزء كده منها، مش كلها اهي كده، اقسم بس كده ايه، بسم الله، عشان عايزه اوريكم برضو نتيجتها. انا بصوا اهي عايزه اوريكم نتيجه الزبده. شايفين يا حبايبي اهي، اللهم بارك. عايزه اوريكم نتيجتها، شايفين اهي. المهم تجيبي نوع الزبده نيوزيلندي اصلي، عشان طبعا عارفين هي في كتير قوي بتتغش، انواع الزبده بتتغش على فكره. تجيبي نوع جيد. شايفين اهي، شايفين الحله عامله ازاي اهي. هنزل بقى هنا ايه بفصين الثوم بتوعي عشان اعمل الصوص الاحمر. اول حاجه طبعا هتقولي ليه يا نوجه تعملي ايه صوص احمر، ده تعملي بشاميل. انا بحبها بالطريقه دي، بحب اطعمها بالصوص الاحمر وبعد كده اضيف عليها البشاميل. جربوها كده يا حبيبي بطريقتي، بجد هتفرق معاكم جدا في التست والطعم. شايفين الزبده ما شاء الله اللهم بارك، نزلت كده اهو بفصين الثوم اهو بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. شميت ريحه الثوم كده طلعت عليا كده، اللهم بارك. هنزل بسم الله بالصوص الاحمر الفريش بالشكل ده. هبهر ايه ملح وفلفل اسود بس، مش اكتر من كده. الحله اللي فيها الصوص الاحمر اهي خليتها كده عواره على النار، وجبت بقى هنا الحله اللي هسلق فيها المكرونه. بركه بسم الله. معلقتين كده من الزيت، رشه كده من الملح، اللهم بارك. الميه بتاعتنا تغلي واسقط فيها ايه، انزل فيها المكرونه بتاعتي كده بقى يا حبايبي، اللهم بارك. الصوص معايا الاحمر بقى جميل اهو، شايفين؟ خلاص كده بقى انا ضفت له رشه من جوز الطيب بعد ما دخل في كده، بس لسه رشه حالا رشه من جوز الطيب اهي عليها. خلاص كده انا هطفي كده عليه، خلاص كده معايا تمام. الميه هنا بتاعتي غليت بتاعت المكرونه. ننزل بقى بالمكرونه، اللهم بارك بسم الله كده. خلاص المكرونه بتاعتي اتسلقت بالشكل ده. انزل بقى بيها كده في الحله، اللهم بارك اهي.
هنزل بقى بالصوص الاحمر العبقري ده، واركب بسم الله، وهسيب كده شويه واقلب بقى الجمال ده كله بقى كده عشان اطعم المكرونه كلها من العظمه دي اهو. جربوا الخطوه دي، حلوه جدا يا حبايبي، جدا جدا جدا، تفرق قوي معاكم في طعم المكرونه البشاميل. كده خلاص اهو. يلا بقى نعمل ايه؟ نعمل الصوص الابيض. حله بقى كده على النار، ضفت لها معلقه من السمنه، واحط لها بقى قطعه الزبده عشان عايز البشاميل بتاعي يكون دسم كده وجميل. بالعظمه دي كده، حور كده السمنه مع الزبده. انزل باربع معالق الدقيق بتوعي، بركه بسم الله اللهم بارك، بالشكل ده كده. طبعا ايدي فيهم على طول كده عشان عايز الدقيق كله بتاعي كده ايه يحور مع السمنه والزبده دي. حور بقى كده كويس قوي وايدك فيه على طول اهو كده بالشكل ده كده، لحد ما تحسي ان ريحه الدقيق طلعت ودخل في التسويه اهو. حور كده كله اللهم بارك، العظمه والجمال ده كده خلاص. هنزل بقى ايه بلتر من الحليب، بسم الله اللهم بارك. وده طبعا حليب بلدي، طبعا انت اي حليب مش مشكله، الحليب نوعه ايه، بلدي مبستر مش مشكله، زي ما يكون عندك موجود اشتغلي. ايدي بقى فيه على طول علشان ما يكتلش. هضيف بقى هنا رشه من جوز الطيب والفلفل الاسود كده، واضيف الملح بتاعي. انا عندي صوص الاحمر متحيق عشان كده ضفت ملح بسيط جدا، تاخدي بالك من الخطوه دي برضو. وافضل معاه كده لحد ايه ما يدخل في التسويه. البشاميل اهو اللهم بارك، شايفين خلاص كده دخل في التسويه بتاعتي اللي انا محتاجه اشوفها كده اهي. دي التسويه اللي انا عاوزاها. اول ما تحسي كده ان هو بدا يعمل بقى كده بكبك، هو كده ايه اهو دخل في التسويه وده القوام بتاعه. هنا بقى هنزل بايه؟ هنزل بالعظمه دي بقى، عايزه ادلع الصينيه بتاعتي، وانزل بالجبنه الموتزاريلا بالشكل ده كده، وهسيب شويه عشان ايه الوش. ويلا بقى عشان ايه تسيح كده مع الايه مع البشاميل. شايفين العظمه بقى؟ طبعا مش شرط تحطي زي ما قلت لك بشاميل، ممكن تحطي مثلثين من الجبنه النستو، او ممكن مش تستغنى عنهم خالص، مش شرط يعني. هي كل الحكايه ان انا الاضافه دي قيمه غذائيه للبشاميل بتاعي، وبصراحه بتعلي التست جدا يعني كمان اهو. شايفين العظمه كده؟ خلاص البشاميل بتاعي جاهز. يلا بقى عشان نطبق الصينيه بتاعتنا مع بعض اهو كده خلاص اللهم بارك. تمام التمام. البشاميل حساه كده ما شاء الله عشان الجبنه دسمه تقل. انا بعمل هنا شوربه لحمه اهي. هنزل بقى كده ايه كبشه كده او كبشتين من الايه من المرقه اهي، هتعلي التيست وفي نفس الوقت ايه اهو. الله على الجمال، الله على الجمال كده. ده القوام اللي انا عاوزاه اهو كده، حلو جدا جدا جدا. بس كده عظمه. جبت بقى هنا الصينيه بتاعتي او القالب بتاعي اهو، البايركس اللي انا هعمل فيه المكرونه، بسم الله اللهم بارك. هنزل بقى كده بكبشه كده او كبشتين من البشاميل، بسم الله
كده اهو، اوزعهم كده وابدا انزل بجزء كده من المكرونه بتاعتي كده. اللهم بارك. مكرونه ريحتها جميله جميله جميله. الخطوه دي حلوه جدا يا حبايبي، جربوها بجد، بتفرق قوي في تيست المكرونه. وانا بحبها بالصوص الاحمر والابيض مع بعض، بتبقى حلوه جدا. افرد بقى كده. بعد كده بقى انزل بطبقه من البشاميل كده، اوزعها كده عليها اهو بالشكل ده كده اهو. وانزل بقى بالعظمه كلها اللي هو ايه المفروم بتاعي اهو كده يا حبايبي. اللهم بارك. ونعمل اجمل صينيه ايه مكرونه بالبشاميل. وزع بقى الكميه كلها كده على الصينيه بالشكل ده. اضيف بقى باقي كميه الايه المكرونه وبرده اوزعها كلها على الصينيه بتاعتي بالشكل ده كده. رصيت صينيتي كده كلها اهي، واحاول تخلي المكرونه كده ايه نايمه كده اهي. ننزل بقى ايه بالبشاميل. اللهم بارك. كده العظمه دي بقى. رشه جوز الطيب في البشاميل ريحتها جميله، فرقه جدا في الريحه بتاعته، اكيد في الطعم برضو كده. انا بصراحه بحب ايه الانجاز اهو. ونوزع براحتنا بعد كده اهو كده. وزع بقى كده الصينيه كلها، واظبط بقى كده بالكلينكس لو في زواد ولا اي حاجه، عشان طبعا لازم ايه البايركس ما يكونش عليه اي حاجه خالص. كده بقى يا حبيبي خلصت الصينيه بتاعتي اهي. نجيب بقى كلينكس كده واشيك على الصينيه بتاعتي، عشان البايركس عارفين اي حاجه بقايا فيه بتتحرق، بتخلي شكل الصينيه مش ظريف يعني. خلاص كده معايا بقى ايه شويه كده من الجبنه الموتزاريلا، جبنه من اللي حراره الفرن ساحت كده ازاي، عشان مش شغال الفرن طبعا، عشان لازم الفرن يكون سخن. وادخل البشاميل بتاعتي اهو كده الجمال ده كده. يلا بقى ايه ندخلها الفرن، وما تطلع ان شاء الله نشوفها مع بعض. حبايب قلبي والمصينيه اهي بتاعت المكرونه بشاميل، روعه حاجه كده بقى فعلا، حاجه عظمه. لسه مخرجاها من الفرن حالا، لسه سخنه نار. عملتها بالطريقه بتاعتي اللي شفتوها ديت يا حبايبي، اتمنى تعجبكم. وبقدم جنبها الصوص الاحمر اللي كنت ضايفاه على المكرونه، بحطه عليها كده بيبقى طعمه جميل جدا معاها. حبايب قلبي اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي ابني وبيتي كل حياتي. واسيبكم في رعايه الله.